السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. طريقتنا النهاردة يا جماعة في تحسين الخط طريقة مبتكرة، وأنصح الجميع أنه يجربها. الناس اللي جربتها معانا الفترة الأخيرة بفضل الله بيبعتوا لي أن خطهم تحسن بدرجة كبيرة. فتعالوا نشوف الطريقة إزاي. لو ده سطر الكتابة بتاعك اللي هتكتب عليه مثلا، أنا عايز الكتابة بتاعتك تكون باستمرار بتنظر إلى الأسفل. إزاي بتنظر للأسفل؟ يعني المقطع في الكلمة يكون بالشكل ده كده أهو، ما يكونش ملامس لسطر الكتابة. آخر جزء في الكلمة أو آخر مقطع في الكلمة هو اللي بيلمس سطر الكتابة، عشان يكون بالشكل ده. الحروف بتاعتك تكون بالشكل ده باستمرار لو أنت مشيت على الطريقة دي اللي هنشرحها برضو دلوقتي، هنقول ازاي الطريقة اللي بنتكلم عليها. لو انت مشيت على الشكل ده كده باستمرار في الكتابة بتاعتك هتلاقي الكتابة بتاعتك مظبوطة. طيب ماشي يا استاذ محمد، والكلمات الرئيسية او الحروف الرئيسية هتكون بالشكل ده. دي فيها ميلان ناحية سطر الكتابة، ودي فيها ميلان ناحية من الاعلى الى ايه، يسار، يسارا من الاعلى بالشكل ده كده. تكون الحروف اهو فيها ميلان من اعلى بالشكل ده كده. هنشرح بالتفصيل دلوقتي ازاي. تعالوا معايا واحدة واحدة كده، خليك معايا. هنكتب آية قرآنية بشكل مبسط خالص بالطريقة اللي احنا قلنا عليها. هنكتب إن الذين، ركز مع حركة سير القلم هتلاقيك تستفيد إن شاء الله. وبعد ما هنخلص كتابة هنكتبها بشكل مبسط خالص. إن الذين، انا بكتب ايه براحتي خالص اهو، ما حدش يقول لك اكتب بسرعه. احنا لسه بنتعلم الكتابه، يبقى لازم نكتب بسرعه. اي حد بيتعلم حاجه جديده لابد يكتب ايه، ببطء. ما ينفعش يكتب ايه، ما ينفعش يكتب بسرعه اه. ان الذين هم من خشيتي ربهم مشفقون. انا كتبت مثلا ايه الآية القرآنية العظيمة بهذا الشكل بخط يعني يعتبر ايه، مش سريع قوي. ليه؟ لاني بكتب لسه ببطء، بكتب ببطء. اي واحد بيتعلم قيادة السيارة جديد لازم ايه يسوق ببطء. فلذلك بقول لكم انك ما تتسرعش وانت بتكتب ايه الخط العربي في البداية. بعد كده لما تعرف شكل الحروف وهتعرف ازاي الحرف بينكتب هتلاقي الموضوع سهل معاك جدا، وهتلاقيك بتكتب ايه بسرعة كبيرة. تعالوا بقى نكتبها ايه واحدة واحدة كده، ونشوف الطريقة اللي احنا قلنا عليها ايه، اللي هي عاملة كده اهو. درجة ميل الحروف اهي. اي حرف هتلاقيه او اي مقطع في الكلمة هتلاقيه بايه، بدرجة الميل اللي احنا ايه اتكلمنا عليها. تعالوا ايه نشرحها ازاي. الالف بتنزل من فوق لتحت تلمس سطر الكتابة. الهمزة شرطة ثم شرطة ثم عكسها. النون لو عملتها كده حركة ثم حركة ثم حركة صح، وكده صح اهو. احنا بنحاول ايه نسهل الامور على الاخر. الذين بنسيب مسافة ما بين ان والذين، ونعمل حرف الالف الثاني. اللام وبعدين حرف الزال بنعمل ايه حركة ثم حركة الاعلى ثم حركة اهي. لو جينا نبص نلاقي فيها ايه، فيها ميلان اهو. ما ينفعش نجيبها ملامسه لسطر الايه الكتابه. الاخر مقطع في الكلمه هو اللي بيلمس سطر الكتابه. الياء مع النون حركه ثم حركه اهي. رقم 7 كده، دي رقم 7 وحركه اهي. بتاعت النون النقطتين في خط الرقعه بالشكل ده. النقطتين دول يا جماعه هم اللي بنمشي عليهم الكتابه كلها. ازاي؟ نقطتين نقطتين، دول نقطتين ولكن ايه رأسيين، لكنهم نقطتين ولكن رأسيين. نقطتين 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 اهو. وبعدين حرف الميم، هي ميم اهي، حركة تحت السطر اهي. انا بكتب تحت بطريقة هنسمي مثلا دي رقم 1 اهي، ودي رقم 2
وهنكتب برضو رقم 3 دلوقتي اهو. إن الذين هم من الميم حركة 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 اهو. خشيت دول الثلاث نقاط في خط الرقعة، وبعد كده من هنا بمشي لقدام اهو، ومن هنا حركة ثم حركة ثم حركة ثم حركة، وهنا 3 نقاط في خط الرقعة، نقطة نقطتين نقطتين. الراء حركة بس، ما عملتش حاجة من فوق من هنا، وعملت الحركة اللي احنا كنا ايه قلنا عليها في بداية ايه في بداية الفيديو اللي هي بالشكل ده اهو. حركة 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 حركة. الميم حركة حركة. الميم نزلت تحت السطر اهي، لانها من حروف كلمه جمعاء واللي قلنا عليها قبل كده في ايه دوره تحسين الخط بالقلم العادي. هسيبها لكم في الديسكريبشن وفي صندوق الوصف، وهسيبها لكم برضو في التعليق المثبت لو حابين تتابعوا الدوره من البدايه. مشفقون الميم طلعنا لفوق خالص ازاي، شوفوا طلعنا لفوق خالص ازاي ومشينا لقدام اهو. انا مش عايز اجيبها مسننه، عادي خالص، الموضوع بسيط اهو. الفاء في وسط الكلمه، وكذلك القاف ما بيكونوش مطموسين او مقفولين. وبعدين حرف الواو قلنا دائما مطموس او مغلق بالشكل ده، مش مفتوح زي الفاء او القاف. النقطه هنا، النقطتين هنا، النون حركه ثم حركه ثم حركه، اكن حرف ان بالانجليزي اهو. تمام يا شباب، تعالوا بقى نكتبها ايه رقم 3 اهي، وهقول لك تعمل ايه خطوه بخطوه اهو. انا هكتب بسرعه اهو. دي طبعا ايه كتابه بشكل عادي خالص، وبشكل ايه وبشكل سريع اهو. انا عايزك بقى الكتابه بتاعتك في البدايه تكون رقم 2. هتمشي معايا خطوه بخطوه في الفيديو وتكتب برقم 2، واحده واحده هتكتب رقم 3، واحده واحده هتلاقيك بتكتب ايه اللي هي الكتابه المظبوطه اللي هي رقم ايه اللي هي رقم 1 دي. يبقى واحده واحده معانا، ما تستعجلش في الكتابه، واحده واحده هتحسن خطك. اتمنى للجميع التوفيق، وبكده تكون انتهت حلقتنا. هسيب لكم في الديسكربشن تحت او في صندوق الوصف وفي الخاتمه بتاعه الفيديو شاشه النهايه، هسيب لكم برضو فيديوهات تقدر تساعدكم في تحسين خطكم. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم محمد ابو المجد من قناه عشاق الخط العربي على اليوتيوب. ما تنسوش يا جماعه لايك وشير وكله في الخير. مع السلامه.